ودلوقتي معادنا ومعادكم مع فقرة الساحر. قرب 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 ما تقرب. النهارده هوريكوا السائل السحري. السائل اللي في ايدي ده لو انتوا شايفين لونه هتلاقوه شفاف، لكن لو جيت ضفت عليه المكون السري لونه قصادكوا هيتحول للون الاحمر. ولو جيت ضفت نفس السائل السحري على سائل شفاف تاني لونه هيتحول للون الازرق. لكن لو جيت ضفت السائل الازرق ده على سائل تاني ابيض هيتحول لونه للون الاصفر. ولو جبت السائل الاصفر اللي معايا وحطيته على سائل شفاف تاني خالص هيرجع لونه للون الازرق. ولو جبت سائلين شفافين تانيين لو جينا حطيناهم على بعض هنلاقيه اتحول عندي للون البنفسجي. ودلوقتي معاكم مع الخدعه السحريه الاعظم لما اجي احط عليه التلج بتاعي. يا ترى ايه السوائل السحريه اللي احنا استخدمناها دي؟ وهل فعلا الموضوع فيه سحر؟ وايه السائل السري؟ وهتعمل ايه لو عرفت ان السائل السري ده ممكن تعمله في البيت؟ ركز في الحلقه عشان في سؤال فيها ب $100. طبعا يا صديقي كل اللي انت لسه شايفه ده ملوش اي علاقه بالسحر، واكيد بما انك بتتفرج على شارع العلوم يبقى اكيد في تفسير واضح ومنطقي وعلى اساس علمي. والتفسير ورا كل اللي انت لسه شايفه ده هي كلمه واحده موجوده عندك في كتاب اولى اعدادي اسمها الكواشف. الكواشف اللي طول عمرنا بندرسها بس عمرنا ما شفناها قدام عينينا في مره. ده حتى ورقه عباد الشمس كل الناس مفكراها ان هي من زهره عباد الشمس. فانا جاي النهارده افاجئك واقول لك ان انت لاول مره هتشوف الكواشف قدام عينيك، وكمان هتشوف ازاي بتتغير الوانها، ومش مجرد صور والوان موجوده عندنا في الكتاب لكن في سلسله من التجارب اللي مش هتخلص. بس خلينا نسال سؤال، هم ليه اصلا اخترعوا الكواشف؟ هات الليمونه بس الاول. تسلم يا غالي. اكيد في يوم من الايام كلنا دقنا الليمون. في يوم من الايام ايه كلنا بناكل ليمون؟ يعني مثلا اكيد كلكم لاحظتوا لما بتيجي تدوق الليمونه ساكسونيا بتحس بلذعه كبيره جدا على لسانك، وده عشان بنقول لان الليمونه حامضيه. واكيد كلنا في مره من المرات واحنا بنغسل وشنا بالميه والصابون دخل شويه صابون جوه بقك. هنا هتحس ان طعمها طعمه صابوني. صابوني في حالي. اقفل فيها التصوير دي. صابوني في حالي. المهم الطعم اللي دخل جوه بقك ده بسبب ان الصابونه قاعديه لان بيخش في صناعتها هيدروكسيد الصوديوم والان او اتش. لكن المره دي انا قصادي سائلين شفافين، واحد فيهم حامضي والتاني قاعدي. هل عشان اعرف مين الحامضي والقاعدي فيهم اضطر ان انا ادوق كل واحد فيهم؟ طب ما تيجي نجرب. طبعا انا لو عملت حركه زي كده كنتش هكمل الحلقه وتروح تجيبني من المستشفى، وللسبب ده اخترعوا الكواشف. خلينا نبتدي باول كاشف عندنا وهو كاشف ورقه عباد الشمس. وقبل ما نستخدم ورقه عباد الشمس خلينا نتفق اتفاق، كل الكواشف اللي احنا هنستخدمها في الحلقه دي هنستخدمها على 5 سوائل مختلفه، هم نفس ال5 سوائل مع اختلاف الكاشف اللي احنا هنستخدمه. وزي ما اتفقنا هنستخدم ورقه عباد الشمس اللي ابتدينا نحطها في كل سائل على حده، ونشوف هيحصل ايه لون ورقه عباد الشمس لما تتحط في كل سائل. زي ما انت شايف كده اول ما اتحطت في السائل الاولاني على الشمال ابتدى لونها يتحول للون الاحمر، وفي السائل الثاني لونها بقى اللون الاصفر الغامق او البرتقاني، وفي السائل الثالث لونها ما بين الاصفر والاخضر. اما السائل الرابع اللون بقى عندي اللون اخضر غامق، على عكس السائل الاخير اللي عندنا اللي بقى لونه بنفسجي. وقبل ما اقول لكم دي ورقه عباد الشمس دي لونها اتغير مع كل محلول من ال5 دول وكل لون بيدل على ايه، فاحنا لازم نعرف ما دام ورقه عباد الشمس مش مصنوعه من عباد الشمس يبقى مصنوعه من ايه. ببساطه شديده وبدون الدخول في التفاصيل ورقه عباد الشمس مصنوعه من حاجه اسمها الاشينات. الاشينات دي هي عباره عن ترافق ما بين الطحالب الخضراء او السيانوبكتيريا ومعاها فطريات خطيه. واكتر نوع من الاشينات بنستخدمه هو الروسلا تنكتوريا. دلوقتي احنا عرفنا ورقه عباد الشمس معموله من ايه. طيب كل لون طلعته بيدل على ايه؟ لو جينا فتحنا الباكت اللي اخدنا منه ورقه عباد الشمس هنلاقي عندنا سكيل من 1 ل 14 وكل رقم ليه لون معين زي ما انتم شايفين كده. لو جيت دققت في النظر اكتر هتلاقي ان ال5 محاليل اللي عندنا طلعوا لنا
لون من ال 14 لون اللي موجودين عندنا. ولو عايز تعرف دلاله كل رقم واللون فانت لازم تركز في الحته دي لانك هتفهم بقيه الحلقه. العلماء قعدوا مع بعض واتفقوا، قال لك هنقسم الاوساط الحامضيه والقاعديه برقم من 1 ل 14. نص ال 14 كام؟ 7. 7 ده معناه متعادل عندنا، واكتر حاجه مشهوره في الوسط بتاعنا متعادله هي الميه، وده اللون اللي كان في المحلول الثالث اللي عندنا اللي كان نفس اللون رقم 7، وهو كان فعلا ميه. هنا بيقول لك ايه؟ لو الرقم زاد عن 7 يبقى المحلول ده قاعدي، ولو الرقم قل عن 7 يبقى المحلول ده حامضي. وكل ما تبعد عن السبعه بتزيد قوه الحامضيه او قوه القاعديه. يعني معنى كده رقم 1 هو حمض قوي، ورقم 14 هي قاعده قويه، ورقم 8 قاعده ضعيفه، ورقم 6 حامض ضعيف. فلو جينا بصينا على 5 بكرات تاني وقارناهم بالالوان اللي عندنا هنلاقي ان المحلول الاولاني رقم 14، والمحلول الثاني رقم 8، والمحلول الثالث 7، والمحلول الرابع ما بين الاربعه والخمسه، والمحلول الاخير 1. وعشان نتاكد من ورقه عباد الشمس اللي معانا والالوان والارقام اللي طلعتها هنبتدي نستخدم كاشف تاني وهو الكاشف الكوني ولا الكاشف العالمي؟ خلينا نقول يونيفرسال. خلينا نستخدم نوع كاشف تاني وهو اليونيفرسال انديكيتور. اليونيفرسال انديكيتور اللي معانا هو برده من محلول زي محلول عباد الشمس بالظبط، بس بيدينا درجه الوان مختلفه تماما عن اللي احنا شفناه، وعشان كده قررنا ان احنا نستخدم البايبات بتاعتنا ونحط منه قطرات في كل محلول من الخمسه اللي عندنا ونشوف الالوان اللي هتطلع ونقارنها بالالوان اللي موجوده عندي على العلبه من 1 ل 14 زي ما انتم شايفين. وبالفعل اول محلول عندنا ادانا لون ازرق غامق، بعد كده ازرق ضعيف شويه، بعد كده درجه ما بين الاصفر والاخضر، ودرجه صفراء، ودرجه برتقاني. ولو جينا قارناها بالارقام اللي موجوده عندنا على اليونيفرسال انديكيتور 1 5 مش 4 لا ده 4 برضو ما بين ال4 وال5 7 10 14. رغم اختلاف الكاشفين اللي احنا استخدمناهم الا انه مديني نفس الرقم بالظبط على كل محلول. المحلول على الشمال 14، بعد كده 8، بعد كده 7، بعد كده 4، بعد كده 1. وخليني اخش لك في مفاجاه الحلقه دلوقتي واقول لك ان انت ممكن تعمل كاشف في البيت وبنفسك ويديك رينج الوان. وهنا يجي دور الكرومبا. تحضير انك تعمل كاشف في البيت مش هتحتاج اكتر من الكرومبا اللي في ايدك دي وتقطعها طرنشات زي ما انا بعمل، وبعد كده تحطها في ميه مغليه وتسيبها لمده ساعتين، وبكده بقى عندك كاشف في البيت يبتدي يكشف لك على الاوساط المختلفه. واستخدمنا نفس 5 محاليل عشان نشوف هيحصل ايه لما نحط عليهم كاشف الكرومبا. لو جينا بصينا على الالوان اللي هتطلع لنا في نفس ال5 محاليل هنلاقي ان المحلول الاولاني ادانا اللون الاحمر، والمحلول الثاني ادانا اللون البينك الفاتح، والمحلول الثالث نفس لون محلول الكرومبا اللي احنا عاملينه، والرابع اداني تركواز، والاخير اداني اصفر. 5 درجات برضو من الالوان رغم ان احنا مستخدمين نفس الكاشف. والكرومبا هنا بيصنف ان هو من الكواشف الطبيعيه لان موجود ضمن الصبغه بتاعته اللي بتدي له اللون المميز ليه اللي هو البنفسجي الغامق ده ماده اسمها الانثوساينين، ودي تعتبر بيجمنت طبيعي بيتحول لونها على حسب الوسط اللي عندنا كان حامضي او قاعدي زي ما انتم لسه شايفين. فكل اللي مطلوب منكم دلوقتي ان انتم تحاولوا تجربوا تعملوها في البيت بمساعده مامتكم او باباكم. طبعا هتسالني تقول لي هجيب حوامض وقواعد منين؟ هقول لك بسيطه، عندك الليمون ممكن يكون حامضي، الخل ممكن يكون حامضي، البرتقال ممكن يكون حامضي. طب هتقول لي هجيب قواعد منين؟ تعمل محلول من مسحوق الغسيل او حتى من بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا او البيكنج باودر. لو مامتك من الستات بتوع زمان وعندها في البيت في ادوات التنظيف بوتاص انصحك ان انت ما تعملش التجربه الا لما تكون هي معاك ولابسين جوانتي وهي اللي تحط المحلول ده لو سنك اقل من 16 سنه. الكواشف اللي احنا لسه متكلمين عنها دي اسمها الكواشف الطبيعيه، وفي النقطه دي حابب اعرفكم على انواع تانية من الكواشف وهي الكواشف الصناعيه. الكواشف الصناعيه هي كواشف الانسان هو اللي صنعها، بتقوم بنفس الدور تكشف لنا عن الحامضي والقاعدي، واعرفكم ازاي اصلا الكواشف دي بتشتغل بس بعدين. وعندنا في الحلقه النهارده كذا مثال للكواشف الصناعيه، والكواشف دي مخصصه لرينج معين جوه ال1 لل14. واول نوع عندنا من الكواشف الصناعيه هو الميثايل اورنج. تعال نشوف الاول هيحصل ايه لما جينا حاطين الميثايل اورنج على ال5 المحاليل اللي عندنا. لو جينا بصينا نلاقي حاجه غريبه جدا، لقينا ان هو لونه اتحول في اول بيكرين بس اللي هم احماض، لكن في ال3 التانيين هو بالظبط، يعني لونه برتقاني في حاله التعادل وبرده لونه برتقاني في حاله القاعديه. وده بسبب ان الميثايل اورنج مخصص ان هو يكشف لنا على الاحماض، ومش اي احماض كمان، الاحماض اللي الرينج بتاعها اقل من 4.4، يعني احماض قويه، ولونه بيتحول من اللون البرتقاني للون الاحمر زي ما انت شايف كده. ولو خدت بالك في اول الحلقه كنا متلخبطين ما بين المحلول الثاني هو يا ترى 4 ولا 5 ولا كام بالظبط، كده اجزم ان هو 4 او اقل من 4.4، لكن للاسف الميثايل اورنج
كانش ما يقدرش يقول لي اذا كان المحلول ده متعادل ولا قاعدي، ده لدرجه ان هو ما يقدرش يفرق لي لو في حمض ضعيف ومتعادل وقلوي. تعال اوريكم بقى حاجه زيه لكن بيشتغل العكس تماما، وهو الفينولفثالين. الفينولفثالين عندنا هنا لونه شفاف زي ما انت شايف كده، وعشان نتعرف على الفينولفثالين كالعاده خلينا نيجي نتفرج ونشوف هيحصل ايه لو جينا ضفنا الفينولفثالين عندنا على 5 محاليل. لما اتحط على المحلول الاولاني والثالث والرابع ولا اي اندهاش ولا لونهم اتغير ولا حصل اي حاجه، لكن الاندهاش الحقيقي بيحصل لما تيجي تحطه على المحلول الخامس اللي عندك، بيتحول لونه للون البنفسجي، وده هنا لانه بيكشف عن القلويات القويه وبشكل ادق اللي الرينج بتاعها اعلى من 8.5. وزي ما احنا كنا متفقين ان المحلول الرابع ده كان 8، فهنا لونه ما تحولش، فضل زي ما هو، لكن المحلول الاخير عشان قاعدي قوي فلونه اتحول للون البنفسجي الغامق. وهنا هيجي دور الطف واجمل تجربه في الحلقه، هل ينفع احول اللون البنفسجي ده للون الشفاف تاني؟ هتقول لي بسيطه، لو جيت ضفت عليه اي حمض ان شاء الله ضعيف هيبتدي ان هو يقلل من البي اتش بتاعه تاني ويرجعه عن 8.4 فيبقى لونه شفاف زي المحلول رقم 4 مثلا. هقول لك ذكي ولماح، بس انا مش هعملها بالطريقه الاعتياديه والتقليديه، انا هحول لونه باستخدام الدراي ايس. خد بقى حته صغيره كده، ابتدى اللون يتحول من اللون البنفسجي ويخف بالتدريج لحد ما رجع لونه شفاف تاني. ايزي. لكن هيجي السؤال، هو اللون الشفاف ده قلوي ضعيف ولا متعادل ولا حمضي؟ وهنا يجي دور اليونيفرسال انديكيتور اللي احنا استخدمناه في اول الحلقه، هنضيفه في التيوب بتاعتنا ونشوف على حسب اللون اللي هيطلع ودرجته هنعرف اذا كان هو عند انهي درجه بالظبط عشان الجمهور يعرف. تعادل. شوف كده اللون هنا بيقول ايه، 7. هو في 6 وفي 7 وفي 8، هو مش عارف يطلع عنهم. وانا بصراحه قررت اعمل مقلب في حسين. بصوا معايا بقى الحركه دي، بص لك يا حسين معلش عايزك كده، عايزك تعمل معايا البتاع ده، لونه بنفسجي علشان هو قوي زي ما احنا متفقين. فانا لو جيت مثلا خدت منه شويه كده رحت عامل كده. طبعا يا جماعه اكيد مش هعمل مقلب الا لما اكون واثق من امكانياتي كويس جدا على حسب التجارب اللي احنا عملناها ان انا هقدر اصلح غلطتي. وعشان اصلح الغلطه دي استخدمت طفايه حريق، بس مش اي طفايه حريق، طفايه حريق من اللي بتستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون، لان هم اكيد مش مالين الطفايه بغاز ثاني اكسيد الكربون، هم اكيد ضغطينها فاكيد هتكون في صوره الدراي ايس. وبما ان لسه الدراي ايس محول لي المحلول من اللون البنفسجي للفاتح، فانا برشه بسيطه على حسين اقدر ارجع البلطه تاني زي ما كانت. هنضفها لك. الله. وبكده نكون عرفنا ان مفيش انضف من البلطوهات في شارع العلوم. يلا برضه. اقتلوا يا مان! انت فاكر دي هتحميك يا حبيبي؟ حالات واتساب. مساء العنبر. ممكن النمبر. والموضوع هنا بسيط لان غاز ثاني اكسيد الكربون مع الميه بيدينا كربونيك اسيد او حمض الكربونيك، وبما انه حمض فيقدر يعادل القلويه اللي هي كانت لونها بنفسجي مع الفينولفثالين ويرجعها تاني للشفاف. والكواشف عندنا ما وقفتش لحد هنا، يعني مثلا بص الازازه دي او مثلا الازازه بتاعت الانديجو كارماين اللي استخدمناها في حلقه الازازه دي فيها لغز كبير، وهتلاقوا اللينك موجود قصادكم فوق هنا او هنا على حسب بقى ما بيحطوه. دي كواشف بتكشف بس عن تفاعلات الاكسده والاختزال، يعني تفاعل مع الاكسجين ولا فقد اكسجين. انا اراهن ان الناس لسه في كليه علوم لحد دلوقتي بتتلخبط ما بين الاكسده والاختزال. وبعد ما شفنا الكواشف بعينينا بدل ما كانت صور في الكتاب المدرسي، جه ميعادنا لسؤال الحلقه. يا ترى مين يتوقع ايه المحاليل الموجوده في ال5 بكرات اللي استخدمناهم طول الحلقه، بس يقولهم لي بالظبط، تقول لي مين كان 1 ومين كان 4 ومين كان 7 ومين كان 8 ومين كان 14. واللي هيقدر يجاوبني على السؤال ده صح هياخد $100 هيوصلوا له في اي مكان في الوطن العربي. والاهم من السؤال ومن الكواشف ومن الحاجات الجميله اللي قعدت تتغير في الوانها دي ان انت تكون استمتعت بالحلقه وتعلمت معلومه علميه جديده، وعرفت ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم. تخيل واحد هيروح يقول لمامته ماما عايز كرنب احمر، تقول له ليه؟ لا عشان اعمل يونيفرسال انديكيتور. لا يا اسطى فين القعده؟ انت عايز سلندر مش تيوب يا اسطى. الراجل دقيقه وجاب سلندر. يا داوود يا حناكه انت انضمت لهم. عايزين نعمل له مكتب في اوضه المحنكين.